السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شاء تكونون بخير. اليوم راح نصور فيديو. طبعا راح نجاوبكم على اسئلتكم. اتمنى هذا الفيديو يعجبكم، واتمنى اكون وفيت بالاسئله اللي سالتوني اياها، وراح اجاوبكم عليها. ونروح نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه على محمد وعلى محمد. وهسه راح نبتدي بأول سؤال. طبعا من وسام ابن الكاظمية. يقول: داليا يا مواليد، وشنو داخله علمي لو أدبي، وشنو ناويين تصير بالمستقبل؟ طبعا داليا هنا مواليدها 2000 وداخله علمي، وشنو ناوية تصير بالمستقبل هذا يحدده معدلها. زين. دمعة الموت تقول سؤال لأبو علي: الحب، أبو علي يقول لك الحب يقل بعد الزواج لو يزيد؟ هذا الشيء يحدده نوع الشخص، يعني راح يقدر يوصل هذا الحب للإنسان اللي قباله، الشخص اللي ارتبط به، راح يقدر يخليه أنه يبقى يحبه بعد الزواج، أو يقدر يوصل له اللي بداخله، أو راح يخليه يمل من الزواج كليته، أو من شيء اسمه الحب. يعني تصرفاته وياه، عدم اهتمامه به، هاي الشغلات تخلي الحب يا اما يزيد ويوصل مرحله اكبر، او يخلي الانسان لا يتراجع، يقول اني ندمت على انه حبيت هذا الشخص وتزوجته من الاساس، المفروض هاي الخطوه ما اخطيها، وحتى يصير عنده احباط من موضوع او اسم الحب. هنا العراق ينتصر العراقيين. تقول ام علي: هم تفكرين تسكنين بتركيا؟ وش قص صار لاخوانك ما جايين للعراق؟ تحياتي الك. تحياتي الي من همينه. بالنسبه لي افكر انه اروح اسكن بتركيا؟ لا، ما افكر، لانه انا احب العراق بصوره عامه، مو بس اني. ابو علي من النوع اللي يحب البلد. اكيد ابو علي من النوع اللي يحب العراق بصوره يعني ما تنوصف. زين. ايش قد صار الاخواني طالعين من العراق؟ اخواني صار 6 سنوات وبدأوا بالسابعة، يعني ب7 سنوات صار لهم تاركين العراق. ام صهيب ما شايفه العراق، صار لها تقريبا 6 سنوات او 7 سنوات، هي وابو ورده هباوي لا تقريبا صار 4 سنوات ما جايه للعراق. يا رب ان شاء الله يطعمنا شوفتهم مره ثانيه. طبعا هذه الصديقه منطيتنا امانه انه نقرا تعليقها. هي اسمها رقيه علي. تقول: عليك بداعة ابنك علي، طلعي تعليقي. اني حبيبي من الرمادي، واسمه اول حرف منه اي. تقول: اقرا تعليقي. واني من بابل. انا وياه من اشد متابعينك، واتمنى تقرين تعليقي وبوساتي الدالية. شكرا لك، وصلت ان شاء الله بوساتك. الخفاجي يسأل يقول: ايش كم مرة كاتلك ابو علي؟ لا تقولين ما كاتلك. ليش ما اقول ما كاتني؟ يعني معقولة كاتني واقول ما كاتني؟ يعني ابو علي ليش كم مرة كتبتني؟ هو شوف، اكو غلط بالموضوع، يعني اكو ناس تتصور انه الرجولية لما الرجال يتسلط على المرأة. شلون يتسلط بموضوع الضرب، يعني اولا الضرب زائدا الشتم. فهذا الانسان اللي انت متسلط عليه او قاعد تشتم به على التسوى والما تسوى، خلينا نقول، هذا اولا مع احتراماتي لكل النساء واولهم زوجتي، هذا الكائن البسيط الحنون اللي يحسسك بالامان، بالدفء، بدفء الاسره. يعني هذا الشخص ما ينتظر من عندك انه بيوم من الايام تمد ايدك عليه وتضربه، لان هذا الضرب اني اللي اعرفه الضرب مع احترامي لكم للحيوانات مو للانسان. للانسان الله كرمه وما قال انه ينضرب، بالعكس قال يتعامل بلطف وبحنيه وطيبه، واكو شغلات تخلي الرجال يتفاهم ويا زوجته، ويخلي موضوع الضرب على صفحه. زين، لان اكو ناس مخليه اولوياتها انه الضرب، بس يحسون الزلمه من تسلط على زوجته خلاص صار يحس انه يفرض شخصيته.
هسه ابو علي هنا سؤال راح اوجهه لك يعني اعتبره. نعم. يقولون عيني ام علي احبك هوايه، اتمنى تاخذين تعليقي، انت تشبهين منه اكثر، هباوي لو ام صهيب؟ اجاوب انا؟ إيه؟ بالنسبه لك انت ما تشبهين لا ام صهيب ولا تشبهين هباوي، بس اكو تعرفين ملامح الاخوه، الاسره، الدم. نوبات احنا بالمعتاد نقول مثلا دمها على دم اخوه، دمها على دم اختها، بس انت ما تشبهيهم، بس انت انا اشوفك احلى منهم كليتهم. اي طبعا لان عيوني خضر وشعري اشقر. ميلك. طبعا هذا التعليق من آية وليد، حبينا نذكر تعليقها. طبعا عندنا تعليق هنا من صديقتنا يمكن اسمها زينة ايدي، تقول ام علي ثبتي التعليق مالتي. عندي بناتي وحدة عمرها 14 وحدة عمرها 15، اعلمهم على الصلاة وما يقبلون، واريدهم يساعدوني بالبيت. عندي وحدة من البنات تعاند بس تدرس وتقول لي اني تعبانة واجي اشتغل، اريد تساعدوني. هذا السؤال راح نوجهه لداليا. داليا ايش تنصحين هاي الام؟ شلون تعلم بناتها بما انه انتم وياهم متقاربة بالعمر؟ اذا قناعة مثل قناعتهم وما فاد بيهم، يعني بالطيب مثل ما نقول، وما فاد، استخدم اياها شوية يعني ترغيب، يعني مثلا نسوي هالشي واسوي لك هالشي. ما فاد بيها استخدم الضرب. يعني هسه مثل داليا من اسوي نوبات شغلات اقولها اشتري لك هالحاجه، داليا شو تسوي؟ تروح تسوي لي او اسوي لي احسن منها. لا بس بعمر هذا المفروض يعني ثاني متعلمه، هي تعتبر مراهقه. واذا انا عارفه بمكان وحدي اقدر اشيل الحمل، اشيل المسؤوليه، لانه عمري اكبر وتعلمت من انا صغيره. بس هن بعدهن صغار، هذا اذا تقول لك عمرها 14 15 المفروض هن باديات يتعلمن وباديات يحمل المسؤوليه. وهاي حجه مال والله انا عندي دراسه وما ادري شنو، يقدر الواحد لان هو بعد عمره 14 عمره 15 يعني مو ذاك الضغط يعني القوي عليها، متوسط رابع اعدادي، مو ذاك الضغط القوي نهائيا. يعني تقدر تشتغل مثلا غسل مواعين، كنسة بيت، عادي يعني شغله سهله. لا واكو شغله ثانيه هسه، لانه الاسر مهتمه اكثر من اللازم بدراسه اولادهم. الاولاد ماخذين هذا الموضوع انه يعني انا بكيفي هسه، ما دام انتم تريدون من عندي دراسه خلوني براحتي، انام اقعد ما اشتغل بالبيت. يعني مستغله الدراسه. استغلاليه، مستغلين اهاليهم لان يشوفون اهلهم يريدونهم باحلى شتى الطرق يصيرون باحلى المكانات وباحلى المناصب واحلى مراحل الدراسيه. بس هذا مو عذر مثل ما قالت داليا. هو مو عذر، اي بس مثل ما قالت لها داليا. بس مثل ما هي الدراسه ضروريه، شغل البيت هم ضروري. هسه تقول لك زهراء قدوتي ام حسين، تقول شلونكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. شلون قصه زواجكم؟ الله يديكم البعض. بابا خليني اسالك اول شيء، شلون شفت ماما؟ انا اقول لك كانوا بيت عمي جوارينهم، واحنا المعتاد بالانبار تعرفون، الناس اللي يعرفون والناس اللي ما يعرفون بانه بالمناسبات المعتاد سواء الاعراس او الفواتح يكونون منجمعين سوا ويتعاونون بهذا الموضوع. فاحنا كانت عند بيت عمي مناسبه، فالتقينا هناك، يعني موضوع الجيره لا اكثر ولا اقل، وصارت بدت النظره الاولى وصار الاعجاب وبعدين صار التفاهم. وحبيتك وحبيتني. ايه سكت. اتذكر ايام الصبح. اتذكر ايام الصبح. بس هاي راد لها شرح كلش طويل، فاحنا اختصرناها بهذا الموضوع بس. بصراحه زين بابا، انتوا اكثر ايش قد فتره خطوبتكم صارت؟ فترة خطوبتنا مو هواي، 12 يوم. مو هواي 12 يوم من المهر للعرس. زين ليش؟ انا اقول لك ليش، خليني اجاوب. لان مرات تشوف انسان يعني هيك قبل يعني يحتويك، يعني قبل ما ادري شلون اوصفها، يعني ياخذ قلبك وعقلك وروحك، وبحيث ما تقدر انه تستغني عنه لحد ما تنتظر اشهر تتم فترة الخطوبة وبعدين ما ادري شنو. فاني صراحة ما قدرت اقاوم. هذا جواب على انه حتى اذا تحبيه ويحبك بس من تقطعين مهر
يصير الحكي غير مو زين هو قبل قطع المهر كان اكو فتره يعني طويله حتى يلا قطعتوا مهر صح لو لا؟ اي لا لا شويه يعني ايش قد تقريبا؟ شويه لا يعني شوية. سنين. شويه بس بس لما حسيتها صارت إلك بعد ما قدرت انه لازم على السريع. اي طبعا. لا ما هو شوفي الانسان اكو مثل مصري يقول الجواب باين من عنوانه. اكو شخص مرات من تشوفه تقدر توصل وياه مرحله باسرع وقت، يعني ما نقول اسرع وقت يعني موضوع ساعات او ايام، لا حتى نقول اكو خطوبات تدوم اشهر، اكو سنوات، او يعني اكو شخص واضح ذاك هو قدامك تقدر تقول هذا الشخص انه يناسبك او ما يناسبك، يقدر انه تحدد بانه هذا الشخص تقدر تعيش وياه حياه سعيده او لا. قال يقول لك انت وام علي اقارب او لا؟ لا احنا مو اقارب، ابو علي من عشيره واني من وهي عشيره، من عشيره بس احنا اقارب بالروح. صار تقاربنا روحي، صار تقاربنا روحي اكثر من تقارب الاسر، سواء تكون بنت عمي او بنت خالتي او هيك، لا مرات بنت العام او بنت الخاله ما يقدر زواجهم يستمر، اقدر اقول اشهر يعني، وهي بنت خالته او بنت عمه. زين بابا سؤال من عندي. اي اسألني. شنو رايك اي افضل الزواج الاقارب لو الغربه؟ بنظرك انت؟ بنظري اني كل انسان هو وذاته، هذا ما الحد ما يجي. هذا مو قياس، يعني سواء مثلا بنيه تاخذ قرايبها راح ينجح زواجها مو شرط، لا بالعكس مرات اكو ناس غربه يتفهمونك يطلعون اواتم، يعيش بنتك تعيش وياهم او ابنك يعيش ويا البنيه بنتهم حياه سعيده احتمال اكثر من الاقارب، ومرات لا اقارب تعرفهم، وطبعا اذا اقاربك وتعرفهم شنو ما يجوك مثل ما تعرف مثلا مستواهم شنو، عقليتهم شنو، وضعهم شنو. الاقارب من يجون يتقدمون لبنتك راح تعرف وضعيتهم شنو، يعني شاشه قدامك سواء هذا الولد تقدر تعطيه بنتك او ما تقدر، او هاي ابنك اذا اراد بنت قرايبه راح تعرف انه هاي البنيه تناسبه او ما تناسبه، هذا الفرق. يعني تعتمد على مفهوم الشخص ما تعتمد على مفهوم الغربة أو بس الفرق شنو؟ الفرق أنه أقاربك تعرفهم، بينما إذا مو الغريب خلينا نقول إلا أنه تسأل تبقى تستنتج وتبقى من خلال الحياة يلا تتهمونه، تبقى متردد، بعدين يلا المستقبل راح يكشف لك شنو هذا معدنه الشخص. هسه هنا متابعتنا فاطمة زاهر من الجزائر تقول أنا متابعة قديمة بس علقت مرة وهذه المرة الثانية، أنا نحب العراقيين وأسأل تحبون الجزائر؟ أكيد نحب الجزائر، نحبكم كلش وتبقون أنتم عرب. الجزائر إذا تسمحي لي نحب الجزائر ونحب كل الناس، احنا كعراقيين نحب كل الناس، ما إنسان يعني ما عنده مشاكل ويا الناس احنا نحبه. يعني مو شرط مسلم؟ هو شوفي يعني اكو مسلمين وراهم مشاكل، يعني هو شرط مسلم حتى تحبه؟ لا مو شرط مسلم، بس المهم ما عنده اي مشاكل ويا الناس. هسه العراق ينتصر تقول سؤال هذا لك ابو علي. تقول ام علي عندي سؤال، شنو احسن نوعيه بالسيراميك لان اريد اسوي بيتي ومستعجله كلش، تحياتي. ما انه انت تشتغل المقاولات وتشتغل البيوت. هذا شوفي هذا السؤال جوابه شنو؟ جوابه الوافي انه تعتمد على الجنطه مالتها ايش قد بيها. يعني كل شيء فلوسه. لان اقدر اقول لها مثلا فلان شيء بس هو ما تقدر عليه. زين. بس اكو شغلات مناسبه وبسيطه. يعني مثل المناسب. الافضل بالنسبه للجيب يعني الهندي خلينا نقول الارضيات. ارضيات قول انت اطرح ارضيات وجدران. بالنسبه للجدران المناسب يعني المناسب وسعره تمام يعني بسيط للناس تقدر كل الناس تاخذه. الهندي نوعيه الهنديه كلش زينه، بس الناس هسه تشتغل على الايراني كودا سعره انسب بس بشغلات مو حلوه. يعني يراد لك واحد يشتغل زين حتى يقدر ينصحك بشيء زين افضل.
وعلى حسب امكانيتك. بس امكانيتها اذا بعد افضل لا اكل اسباني، اكل تركي، شغلات. هسه ام حسين تقول سؤالي لكم اثنينكم، من تصير بيناتكم مشكله بسيطه او زعل منو يبادر بالصلح؟ اول شيء انت لو ابو علي؟ انا جاوب. انا قاعده وياكم. اي جاوب. شوف هو المفروض هو الغلطان هو يبادر. واحنا ماخذين هذا القانون، اللي يعيل، اللي يخطئ هو اللي يعيل يروح يراضي صاحبه. هو يروح زين شلون اشوفه غير؟ انا اللي عايشه وياكم. يروح يصالح، لانه من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه. هاي تنطي دليل انه انا احبها. انا احبك حياتي، ما عليك. بس بابا يحب لو اكثر. تحبيني اكثر كان صالحتيني. بابا الزعل يوم بابا الزعل مو معناه انه هي ما تحبك، بالعكس الزعل مرات يبين لك الشخص شنو معدنه. لا انا ما دام اصالح قلت الصالح إيه؟ اكثر. ايه يعني انا ما اقدر على زعلها. ايه شوفي خليني اوصلك الفكره. وهي زعلت عليك لان تحبك وانت رضيتها لان تحبها. لا ماكو. مختلفين بهذا الموضوع، لانه اني احبها اكثر، ما اقدر على زعلها، بديتها بعد قلبها. ودائما اني اللي اصالحها. السلام عليكم. خالة ام علي، سؤالي هو انه انت ليش ما تطلعين للشاشة، او ليش ما تظهرين وجهك؟ تجاوب يلا جاوبت. لا عادي انت. طيب انا بالنسبه لي شخصيا انا ما عندي اي مشكله بهذا الموضوع، ومنطيها الحريه اذا تريد تظهر للشاشه او تبين وجهها، ما عندي اي مشكله. بس اني شخصيا سائلها اكثر من مره تقول لي هذا الموضوع انا رافضته، ما اريد. انا ما احب اظهر للشاشة لان ما هذا تحب. الشيء ما حابته. ما اني حابته هي. اللي بعدش ما تهيأ له. ما متهيئة له، او اني رافضة هذا الشيء. اذا انتم تحبوني الشخصي اني، مو شرط وجهي. انتم عرفتوني وعرفتوا اطباعي، خلاص هذا اهم شيء. مو شرط انه الوجه ينشاف، بس عرفتوني لان عاشرتوني دائما بحياتي انتم وياي، ومشاركتكم باغلب الاشياء، باغلب تفاصيل حياتي انتم مشاركيني، يعني عرفتوني او رسمتوا لي صوره من خلال هذا الشيء. بس ماش على شكل باندا هسه. هسه هذا سؤال من زهراء تقول مرحبا حبيبتي، بس سؤال منو اكثر شيء تحبينه بحياتك وليش تحبينه؟ ادري ما راح تجاوبيني، انا ما عندي حظ. لا هسه انت راح يثبت لك انه انت عندك حظ، انا راح اجاوبك. انا اكثر شيء احبه هو ابو علي، وطبعا من بعده يعني جهالي. دائما اقول جهالي، هم واحدهم شايب صار بس اقول جهالي. اي بس ما اعرف ما جهال، بس هو له الاولويه بحياتي وجهالي، وطبعا اخوتي واخواتي يعني قال لك اكثر شيء بس يبقى هو الاول والاخير. ليش؟ انا احبه. هو اللي تقول لك ليش؟ ليه أنا انت تقول ليش ليه هذا الشيء تحبيه، بس ليش تحبيه؟ ليش احبه؟ لان هو الدنيا كلها، هو الاخ والاب والصديق ليش حبيبتي انت تبكين؟ تاثرتوا. اي بس هو بالواقع هو كل شيء بالحياه بالنسبه لي. انا هو ابويا واخويا وصديق وكل شيء بحياتي، وشريك حياتي كلها. شنو؟ انا اشكرها على هاي المكان. امه فديتها قلبي. من شاهي نازل أميرة تقول تحياتي القلبية لأم علي الغالية، سؤالي حديقة الاستبرق منين اجى هذا الاسم مالت القناة؟ وأحس أكو قصة جمالية من وراء هاي التسمية. بنات لايك على مود أم علي تشوف تعليقي. طبعا ما حد مطيش بس واحد لايك، بس يعني أنا أقول لك أنا حبيتها ما أعرف يعني هو فالتسمية اجتي قاعدين أنا وصديقة إلي دا نسوي القناة، ورأسا اجى ببالي هذا الشيء، حسيته فد شيء حلو انه الحديقة تلم الوريد وتلم كل شيء، يعني كل شيء حلو. فقلت خلي اسمي القناة على هذا الشيء، ان شاء الله بها الاشياء اللي تصير كلها اشياء حلوة وبس، ما وراها بالعكس. هاي بس هاي القصة، اي شيء وراها ما. واكيد من اختاريت يعني اسم حديقة لانه الحديقة بها الورود. هاي احلى شيء. لمتكم انتم هاللمة الحلوة الصديقات، لمة الورود احلى ورود بالدنيا اكيد. سؤال من نور، هذا سؤال موجه لك ابو علي. انا تقول اختي متزوجه بالرمادي وعندي سؤال، عندهم الخطار كل يوميه، هم عندكم هيك شيء وهم هذا الشيء يضوجكم او لا؟
اكيد عندنا الخطار، خلينا نقول مو يوميه بس هوايه. هذا شيء احنا متعودين عليه، واللي خلانا انه الانبار لحد اليوم ما بها اي فندق او مكان اللي يدخلوا له اللي جايين من خارج المحافظه، فاكيد يصير عندنا خطار دائما، حتى اذا مو يوميه دائما. بالعكس احنا نرحب بالضيف ودائما نكون سعيدين بوجوده ويانا. وعليه يعني انا من كنت تقولوا لي تحسين بالغربه، انا كنت احس بالغربه بكربلاء لان قليله خطاري، قليله ناس تجيني، لانه ناسنا محدودين هناك. اي فمن دائما يقولوا لي البنات، يقولوا لي انت ما حاسه بالغربه انت بالعراق، اقول لهم لا انا بالعكس غريبه، لان الغريب غريب الناس مو غريب المكان او ولا غريب الوطن. هسه شو هي الهيريون اسم الجيميل مالتهم. تقول ام علاوي شنو سبب شلتي من كربلاء المقدسه للانبار، وشو هو شنو السبب؟ وها هي. شوفي، هو كل شخص حتى اذا عاف مثلا محافظته لظروف معينه، يعني سواء العمل او الوضع الامني او اي سبب كان، لازم يجي يوم انه كل شيء يرجع لاصله، كل واحد يرجع لاصله. ليش؟ لانه اولا مستقبل اولادنا بين ناسهم واهلهم واقاربهم ومحافظتهم، وثانيا يعني مرات الرزق والشغل يحكم، والظروف مرات تحكم. بس السبب المهم انه اولادنا يرجعون بنص اهلهم ونص اقاربهم وعمامهم وناسهم. هسه تقول هنا ايش قد عمرك من تزوجتي؟ وانت تزوجتي قبل لو ام صهيب؟ تزوجت عمري 17، وطبعا ما تزوجت قبل ام صهيب. ام صهيب تزوجت قبلي واني بعدها. هذا من سارة محمد. سؤال اليوم طبعا راح نوجهه لك بعد، من مريم وكذا. تقول مرحبا شلونك خاله ام علي؟ اتمنى تقرون تعليقي. خاله اريد اعرف شنو اسوي حتى ارضي ابوي واخوي، لان كلش عصبيين. فدوى جاوبيني، بس مو بس خاله ام علي، الكل شخص يشوف تعليقي خليه يجاوبني. شوفي، كل انسان ما يتعصب هيك عبطا، لازم اكو سبب يخليه انه يتعصب، وخلي هي اللي سألت السؤال الاخت انه تسأل روحها، تقول انا راح اتعصب لحالي هيك بدون سبب، لو الشخص اللي قبالي يسوي شيء ويخليني اتعصب. اكو هم ناس ترى اكو هم ناس عصبيين، اكو ناس مثلا دمهم حار، خلينا نقول بضغط الشغل بضغط الحياه بضغط الهاي، بس مع ذلك مو دائما هي تقول دائما عصبيين. شلون اقدر اتعامل وياهم؟ شلون اقدر اتعامل وياهم؟ يا اختنا العزيزه، اذا انت ما مسويه شيء يخليهم يتعصبون عليك بالذات انت، فكل انسان مثلا انا احب ابويا واخويا واخوتي كليتهم، ادور الشيء اللي ما يعصبهم واسويه، والشيء اللي يعصبهم اتجنبه. ليش؟ لان انا مهتم بهالموضوع، ما اريد اعصبهم، ما اريد اوصل وياهم مرحله انه يزعلون من عندي او يقاطعوني، فادور الشيء انه اللي يرضيهم ويحبونه انه اسويه انا واسويه. بس السبب الرئيسي انه ما حد يتعصب مره مرتين ثلاثه بسبب العمل ضغط الحياه، بس مو دائما. فهي اختنا تقول دائما، فهي خل تسال روحها ليش تعصبوا عليها بالذات. هذا هنا عندنا جيميل من سندي. ام علي، هم واجهتي هجوم من الاقارب ولما بديتي تسوين فلوقات، ودور ابو علي هم ساندك، وسؤال الابو علي عملك بكربلاء افضل لو بالرمادي؟ راح نجاوبه وحده. اولا هل واجهت من الاقارب يعني على انه انا اسوي فلوقات او ما اسوي؟ طبعا اولا ارضاء الناس غايه لا تدرك، وشي ثاني الحمد لله والشكر ما واجهت هاي الاشياء. حمويني وحماياتي واخواني كلهم الحمد لله والشكر، هم هذول اعتبرهم اقرب الناس الي، وكلهم مساندين الحمد لله. وانتم شفتوا بالفيديوهات بيت حمايه وياي.
يعني وعندي حمايه بغير محافظه ساكن، هذاك ما اقدر يعني اقول لكم انه هو وياي لانه هو اساسا حياته بعيده، فمن نتواجه وياهم الا بالسنوات لانه هو موظف، فقليله مواجهتنا احنا وياهم. وبالنسبه لدور ابو علي ساندني، اكيد ساندني، والدليل انه هو هسه وياي ودا شاركني باكثر الفيديوهات، هذا اكثر مسانده الي. وابو علي عملك بكربلاء افضل لو بالرمادي؟ ماكو فد يعني فرق انا احس، سواء بكربلاء او بالانبار نفس العمل، وهي الارزاق يم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقسم الارزاق سواء هنا او هناك، هو رزق واحد. ام حسوني هلا ام علاوي، سؤالي البيت اللي هسه قاعدين بيه بالانبار كان مأجر ام الدواعش مستحلينه؟ طبعا احنا كنا مأجرينه، بس قبل ما اجرناه كانوا ساكنين بيه دواعش مو دواعش ما ندري، لانه احنا عايفين المحافظه قبل ما صارت الدواعش، وبس مو هيجي. اي بس. تقول ليش جوهرة ديالة ما عندي سؤال بس انا احبك هوايه. انا همين احبك هوايه. ام علي اول هديه جابها الك ابو علي فتره خطوبتكم؟ اول هديه جاب لي اياها نستلايه، ولحد الان انا محتفظه بالقشر مالتها، صار 23 سنه، وحتى احافظ عليه. لو تدرون انا وين ضامتها؟ انا فتن لكم. لازقتها على البنكه. لازقتها على بنكه، ولحد الان البنكه عندي. بقول لك وين طلعتوا فتره الخطوبه؟ والله ما طلعنا، مقابلين البيت وقاعدين، لان الفتره كانت صغيره يعني. كانت هي فتره كل شيء صغير، يا دوبك نجهز نفسنا. جديده واحبك هوايه. سؤال هو علي متزوج؟ لان انا شفت فيديو كان بيه بنت صغيره وانت قلتي حفيدتي. بالنسبه لعلي بعد ما متزوج، وهذه الطفله اللي شفتوها لانه انولدت على ايدي فحسيتها حفيدتي، هي بنت ابن حماتي، يعني هاي الطفله ابن حماتي اجتها طفله، فانا حسيتها حفيدتي لانه اطفاله كلهم يصيحون ابو علي جدو، فهيجي انا اقول لكم حفيدتي، يصيحوني انا بيبي. يقول لك كم طفل عندك؟ عندي 4. عندك اطفال؟ عندي اطفال 4، من اولهم انت. انا طفله؟ اولهم علي وثانيا انت. اريد نصيحه للاطفال الفوضويين. مثل داليا جد تسال تقول نصيحه للاولاد الفوضويين. حطوا لهم مكان وخلوهم دائما عندهم العاب يلعبون به، يكون المكان معين على مود ما يسوون فوضى، وتبقى فوضتهم بهذا المكان اللي انتم محددينه لهم، يعني تكون غرفه خاصه بهم حتى لو على السطح، بس المهم مكان الفوضى مالتهم والعابهم تكون بهذا المكان، روحوا العبوا بهذا المكان. يعني. هاي الفوضى هنا تصير. خادمة السيدة ام البنين ذكرتني بكربلاء، تقول لك ام علي شنو مخلص دراسه ودالي هم؟ انا راح اجاوبكم. علي مخلص مو مخلص، هو مرحله اولى هندسه مدني واني سادس. ممكن اعرف بناتك ايش قد عمرهن وباي صف؟ بناتي داليا عمرها كملت 19 وسادس اعدادي، ورقاوي عمرها 10 سنوات بالخامس ابتدائي. وطبعا هنا راح نختم الفيديو مالتنا. اتمنى اكون قدرت انه اجاوب على اكثر كمية من الاسئلة، ويا رب يكون الفيديو وافي انه جاوبنا على اسئلتكم اللي حبينا دائما نجاوبكم عليها من خلال فيديوهاتنا، بس ما قدرنا. يا رب هذا الفيديو يعجبكم، وراح اخذكم بجولة صغيرة اتمنى تعجبكم، واقول لكم اترككم في حفظ الرحمن. مع الف سلامة. مع السلامة. باي. طبعا شوفوا المكان هنا، احنا كنا قاعدين على الشط بعيد لانه اكو سياج، فما راح اقدر اراويكم اياه اكثر. بس راح يقولون ليش فارغ؟ لان احنا اليوم ماكو عطلة. ايوه فردنا ويعني استمتعنا بالهدوء، ردنا شيء بهدوء حتى نسمعكم وتسمعونه وبس. صح راح يصير الفيديو طويل، بس
حلو إن شاء الله. هلا مصايب تتذكرين هذا المكان؟ قامت ترجع لي الذكريات. صدق راحة نفسية، الهدوء والخضار، بس البرد كان الجنة جنة جنة. شوفوا الدنيا، وطننا شوفوا الدنيا يا هسه. وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة. غابت الشمس وصارت الدنيا المغرب، وها هي لهنا نقولكم نسمعكم على خير، مو نشوفكم للمدى نشوفكم، بس نقولكم نسمعكم على